السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا جيمر رجعت لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو أول شيء آسف على السحبة. طبعا هذه قناتنا، هذا برنامج التصوير. طبعا هذه قناتنا. نشوف آخر مقطع اللي هو استعراض انبوكسنج نظارات في اربوكس. شوفوا قبل كم يوم نزلته، قبل 6 أيام سحبتها. معليش صراحة والله الظروف ما تسمح. الظروف أنا مريض، حرارة وزكمة وكحة وكل شيء مريض طبيعي، ما راح أقدر أنزل. لكن هاي شوفوا هذا الشبكة تعلق على من المقطع. بس بوريكم رتبنا القناة. طبعا هنا لو تشوفون عندنا فلوقات 2016 واللي هو أول يوم عيد مع خلفة فوانيس، وآخر مقطع قبل العيد شكرا أبدأ. وفوق يعني رتبنا القناة كل شيء. مثلا هنا شيلات، هنا شروحات، هنا شاشة سوداء، يعني المقاطع اللي فيها شاشة سوداء. هنا تضييع وقت، هنا تحديات، وهنا انبوكسنج، هنا احتفال. طبعا مقطع التحديات وصلته أكثر من 10 لايكات، وأنا قلت لكم بس وصلوا 5 لايكات، لكن وصلتوا أكثر من 10 لايكات، لأنه راح نكمل السلسلة إن شاء الله. كم مقطع كذا ونرجع للسلسلة. رجعت لكم مرة ثانية. طبعا المقطع اللي اسأل إيش هو، طبعا المقطع استنوا بس خليني أوطي الصوت. المقطع يتكلم عن أخبار الشريط القادم اللي راح يفجر الدنيا، شريط فيفا 17 أو فيفا 17. طبعا أول شيء ستتحكم بشكل تام في كل موقف تكون فيه الكرة مستحيلة في فيفا 17. ينفذها جيمس رودريغيز، لأنه جيمس رودريغيز عنده تشويت قوي. تمنحك إعادة تقديم الكرات الثابتة، المزيد من الإبداع والتنوع والتحكم، وفي اللحظة الأكثر حسما في أي مباراة أحاول تنويع ركلاتي الحرة. من الممكن أن أختار الزاوية البعيدة واختار الزاوية القريبة. كذلك لديك الآن حرية وتملي عليه أسلوب التعامل، مما يسمح بالمزيد من الخيارات المتنوعة عند تسديد الركلات الحرة مباشرة وركلات الجزاء. خذ خطوة للخلف. الزبدة نتكلم عن الفاولات والبلنتيات، وش راح يصير في الشيء، يعني في شيء جديد في 17. بدل ما اللاعب يكون وقفته العادية، شوفوا يمديك انت تحركه وتخليه يتحرك يمين ويسار بكيفك، وبعدين عاد تحط الكرة مكان ما تحط. يعني هذا يتكلم عن مثلا هنا يرفع وتجي هناك اللاعب ذات تروح يجيبه عشان يحطه براسه في المرمى يا حبيبي. ونروح مثلا نشوف اخبار ثانية الحين. جوفنتوس، طبعا جوفنتوس سووا مسح الوجه او مسح وجوههم تقريبا، والصراحة يعني بيكونون افضل فريق تقريبا من الواقعية، هو فريق جوفنتوس من ناحية الاحتفالات، من ناحية كل شيء. طبعا شوفوا قدامكم مثلا بوجبا، شوفوا كيف وجهه في اللعبة كأنه هو، وبوجبا. وشوفوا الحين كيف الاحتفال. مثلا شوفوا ديبالا مثلا وجهه، شوفوا كلهم بيحطون نفس الاشياء اللي يسوونها في الحقيقة. ونشوف هنا شوفوا وجهه كيف هو هذا. شوفوا مثلا اللعيبة الحين خلوهم يضحكون. شوفوا ديبالا، شوفوا بوجبا. هذه لازم كل نص العالم ونص اللي بيلعبون فيه 17 بيسوون هذه الاحتفالية. نشوف مقطع ثاني لشركة EA. عندنا أهم طور راح أجربه أنا، طور القصة. هو طور راح تلعب بلاعب اسمه أليكس هانتر، وراح تلعب فقط في الدوري الإنجليزي في البريمير ليج. راح تبدأ مشوارك في فريق ضعيف، بيجيبوا مذيع بيسألك انت وين رايح، وانت تختار الفريق اللي راح تروح له، وعندك صديق راح تشوفه في كل مكان، وين ما تروح بتشوفه بيكون معك الصديق. القصة على حسب لعبك
يكون القصة تكون، شوف مثلا هنا انت السيارة، شوفوا هنا مثلا، والله كأنه جراند الصراحة. شوفوا هنا هو يتكلم، سمع خبر ما عجبه، يعني كل شيء انت تتحكم فيه وتسمع. انا مستعد ستحصل على فرصتك يا هانتر. هنا مثلا تشوف هذه الصورة في الطيارة، صراحة راح يكون افضل طور في فيفا 17 في العالم من يوم ما نزل فيفا 17. هذا تقريبا من يوم ما نزل فيفا هذا تقريبا راح يكون افضل طور اجربه. هو شوفوا في التصوير وكذا هو طور كويس، لكن ما ادري عن اللعب. ونشوف خبر ثاني، نشوف هذا الخبر مثلا قبل كم يوم اخر خبر نزل، التحكم في الكرة والتحبيس. شوفوا مثلا زي هنا هازارد في الحقيقة عشان تصير في اللعبة. أحب أن ألعب، أحاول دائما الاحتفاظ بالكرة في قدمي، هو دائما يحاول زي شوف هنا كيف هو هازارد مع جيمس رودريغيز. طبعا لا تحسبون انه يعني خلاص مثلا هازارد هو الوحيد اللي بيسوي هذه الحركة وكل اللعيبة، بس انه هازارد اكثر واحد راح يسويها. هنا قاعد تتحرك بزاوية 360 درجة. هنا شوفوا محافظ على الكرة، يجي يناول ويشوت، لكن في النهاية صد الحارس. نشوف هنا يعني حج الصراحة، وهذه الحركة مين من الحركات الإيجابية، بالعكس من الحركات السلبية في هذا الشريط، لكن اللي يسويها كثير والله راح تكون شيء طفش، لكن عادي تسويها قليل مو كثير. نشوف خبر بعده. عندنا هذا الخبر أول مرة أشوفه، معلش إذا كلشت، ليش تحت اللغة الإنجليزية ما أدري ليش، يمكن ما في عربية. شوف دحين في لغة عربية ولا لا. أنا الصراحة حطيتها عربية عشان انتوا تشوفون، لكن خلاص هذا المقطع ما فيه له عربية. طبعا المقطع يتكلم أتوقع عن مساحات، فتح المساحات الفيفا جامد. فيفا 17 الجزء الجاي فتح مساحات. شوفوا كيف مثلا هنا يفتح مساحة وبعدين يناول، يعني صراحة خرافي. بس المشكلة لو تلاحظون في شيء سلبي، كل شيء إيجابي في المقطع لكن في شيء سلبي لا قليل ناس ملاحظينه. الشيء السلبي انه الحراس، ولو ارجع لكم المقطع الشيء السلبي شوفوا الحراس، بس خلي عيونكم على الحراس. شوفوا هذا الحارس، هذا هو الشيء السلبي. الحراس ما اتوقع انهم كويسين في فيفا. اذا تبوني استمر على اخبار فيفا 17 وراح انزل لكم كمان اخبار WWE 2K17. كان معكم نهار. لا وصلوا هذا المقطع 7 لايكات، واسف على السحبة، قلت لكم السبب عشان بنيت حرارة سكمة كل شيء، لكن راجع لكم رجعة قوية. كان معكم نهار، لا وكمان الجوال مليان وامسح كل شيء عشان انزل لكم مقطع. كان معكم نهار، هو نهار جيمر، مع السلامة.